جاهزة تسمعي شي ممكن يغير نظرتك لكل اللي عم بيصير حواليكي؟ لأنه اللي شايفته بهيدي القراءة مو طاقة عادية أبدا. في حركة سريعة، رسائل جاي، قرار كبير عم ينطبخ بصمت، وشخص ما عاد بده يضيعك من إيده. في اختيار واضح، حب أو شغل، يمكن اتنين مع بعض. في نتيجة كنتي ناطرتيها، موافقة، انفراج، أو تحول بخليك تحسي إنه كل التعب اللي عشتيه كان تحضير لمرحلة أقوى. إذا حسيتي إنه حياتك كانت واقفة بمكانها لفترة طويلة، استعدي، لأنه السرعة اللي جاية ما فيها رجوع لورا. خلي قلبك مفتوح وركزي معي للنهاية. هيدي الرسالة مو صدفة إنها وصلت لعندك اليوم. خلينا نشوف الرسالة الأولى اللي جاية لعندك بهيدي الفترة. ركز طاقتك بالأوراق. فكر بشخص كتير منيح. قول اسمه 3 مرات ونقر مرتين على الشاشة. شايفة قدامك فترة مليانة رسائل وأخبار، وكأنه كل شي رح يجيكي ورا بعضه بسرعة كتير. في حركة قوية بهيدي الطاقة حواليكي، تقدم سريع، تطورات ما كنتي متوقعتيها بهيدي السرعة. كأنه الكون قرر أنه يعوضك عن فترة الانتظار ويبلش يبعتلك إشارات واضحة ومتتالية. أنا حاسة إنك مريتي بمرحلة صعبة قبل، شي ممكن تعبك نفسيا أو حسيتي حالك عالقة بموقف معين. يمكن كان في تأخير، غموض، أو ضغط خلاكي إنه تشكي شوي بخطواتك. بس هيدا كله كان مرحلة انتقالية، كان عم بيجهزك للقفزة الجاية. الفترة الجاية مختلفة تماما. في انفتاح، في تواصل، في فرص عم تتقرب منك وعم تتقرب بسرعة. المهم انك تكوني جاهزة تستقبلي وما تخافي من التغيير، لأنه التغيير هيدي المرة لصالحك. تذكري، كل صعوبة مريتي فيها كانت عم بتقويكي وتعلمك درس، مو لتكسرك. وهلا وقت الحصاد عم بيقرب. افتحي قلبك للأخبار الحلوة، وثقي انه اللي جاي أسرع وأحلى ما بتتخيلي. خليني افتح الكروت لنعرف شو عم بيصير بقلب العلاقة وشو طاقة الشخص التاني. الموقف اللي كنت عايشتيه أو هي العلاقة اللي أخدت من طاقتك ما كانت سهلة أبدا. كان في تعقيد، كان في سوء فهم، يمكن بعد أو برود. يمكن حسيتي إنه الطريق مسكر قدامك. بس هيدا كله ما كان النهاية. أنا شايفة إنه في وعي أكبر جاي بينك وبين هيدا الشخص اللي ببالك. في فهم أعمق، حديث أو تواصل بخلي كل طرف يشوف التاني بوضوح أكتر. كأنه الضباب بدأ ينقشع شوي شوي، والمشاعر الحقيقية عم تطلع على السطح بدون خوف. كمان في شغف عم بيرجع يشتغل، طاقة قوية كتير، طاقة حركة وتغيير وشفاء بنفس الوقت. مو بس حب سطحي، لا، هيدا حب عم بيجي ليداوي، ليصلح، ليعيد بناء شي كان مهزوز. الطاقة اللي جايتك طاقة اندفاع إيجابي، مشاعر صادقة، خطوة أقرب بينك وبين هيدا الشخص. وإذا كان في وجع قبل، فهيدي الفترة عم بتجيب مع بلسم. إذا كان في بعد، فالقرب عم بيصير أقرب. المهم تفتحي قلبك وتسمحي للحب إنه يرجع يدخل بطريقة أنضج وأقوى. اللي جاي مو تكرار للماضي، اللي جاي مستوى أعلى من الفهم والشغف والانسجام. خلينا نشوف من هي الطاقات أو الأبراج اللي داخلة بهيدا المشهد. خلينا نشوف. الأبراج النارية هون إلى حضور قوي. برج الأسد والحمل والقوس، طاقة نار، اندفاع، شجاعة، مشاعر واضحة بدون لف ودوران. كمان عنا هون طاقة الأبراج الترابية العذراء والثور والجدي، طاقة استقرار، نضج، تفكير عملي، خطوات جدية. ما بدنا ننسى برج السرطان، طاقة عاطفة عميقة، حنية واحتواء. وجود هيدي الأبراج بهيدا المشهد بيعني إنه هيدي العلاقة مو سطحية أبدا. فيها شغف النار وثبات الأرض وعمق المي ومزيج قوي كتير. أهم شي في حركة سريعة عم بتصير هلأ، كأن الأمور اللي كانت واقفة محلها لفترة طويلة فجأة بلشت تتحرك. وأخيرا عم تتجاوز المشاكل اللي تعبتك مع هيدا الشخص سنين أو شهور طويلة. واللي كان معقد عم ببلش ينفك، واللي كان مأجل عم بلاقي طريقه للحل. في انتقال واضح من مرحلة التقل لمرحلة الانفراج، من التفكير الزايد للحسم، من الانتظار للحركة الفعلية. انت مو بنفس المكان اللي كنتي فيه قبل. طاقتك اتغيرت، نضجتي، تعلمتي شو بدك وشو ما بقى تقبلي. وهيدا التحرك السريع هو نتيجة كل الصبر اللي عشتيه. خليكي جاهزة، لأنه السرعة اللي جاية ما فيها رجوع لورا، فيها تقدم وبس. خلينا نشوف شو عم بينطبخ بمسارك المهني. خلينا نكشف هيدي الطاقة. هيدي الطاقة مو بس عاطفية، كمان واضحة جدا في مجال شغل، عمل. ممكن يكون هيدا الشي مرتبط بعملك أو مسارك المهني. شايفة إنك عم تتركي شي وراكي، مرحلة، وظيفة
بيئة أو حتى طريقة تفكير قديمة كانت مقيدتك. مو تركب خسارة، لا تركب وعي، كأنك عم بتقولي خلاص تعبت من نفس الدائرة، بدي مستوى أعلى. وفي حفاظ على حالك بهيدي الفترة، عم تحطي حدود، عم تحمي تعبك، وعم تتعاملي بذكاء أكثر من قبل. ما بقي عندك استعداد تعيدي نفس الأخطاء أو تتحملي ضغط ما بيقدرك. أهم نقطة إنك أخيرا عم تتغلبي على التحديات. المشاكل اللي كانت عم توقف طريقك، العراقيل، المنافسة، الضغط النفسي، كله كان اختبار لقوتك. وهلأ مبين إنك عم تطلعي من هيدي المرحلة أقوى وأذكى وأنضج، في إحساس انتصار هادئ مو ضجيج، بس شعور داخلي إنك قدرتي تتجاوزي شي كان تقيل عليكي لفترة طويلة. اللي جاي مهنيا في تطور، حركة، ويمكن تغيير اتجاه بالكامل، بس هيدي المرة القرار بإيدك والخطوة محسوبة والطاقة دعمتك. ثقي إنه كل تعبك ما راح على الفاضي، انت عم تبني شيء أثبت وأمتن، وعم تفتحي باب جديد أوسع من اللي سكرتيه. خلينا نشوف مين عم بيحسم قراره تجاهك، نشوف نية هيدا الشخص. سواء كان الموضوع حب أو شغل، في اختيار واضح عم بيصير. شايفة حدا عم بيختارك بإرادته الكاملة، مو تردد، مو لعبة شد وجذب، لا هو اختيار صريح ومباشر. إذا عاطفيا، هيدا الشخص رح يبين بشكل واضح إنه بده يكمل حياته معك، مو بس كلام حلو، نية جدية، تخطيط للمستقبل، ورغبة يبني معك بيت، استقرار، شراكة حقيقية، كأنه عم بيقلك أنا اخترتك. إذا مهنيا، في حدا شايف قيمتك وموهبتك وبده يشتغل معك، يخلق معك، يدخل معك بمشروع مهم، ممكن عرض تعاون، شراكة، أو فرصة بتحطك بمكانة أقوى. اختيارك هون لأنك مميزة، لأنه عندك شي مختلف ما بينعاد. الطاقة العامة بتقول إنك ما بقى عم تركضي ورا الفرص، الفرص هي اللي عم تقرب عليكي، وفي وضوح نية من الطرف الثاني، كأنه عم بيحسب أمره بعد فترة تفكير. استقبلي هيدي الطاقة بثقة، لأنه اللي جاي اختيار نابع من اقتناع، وانت بتستاهلي حد يشوفك أولوية بالحب أو بالشغل. الفكرة الأساسية، أخيرا في حدا ما عم بيحتار فيكي، عم بيختارك. هلأ خلينا نشوف، هل في تقرب، هل في سفر، أو خطوة جدية جاية. خلينا نشوف هيدي المسج. هيدا الشخص ناوي يعمق العلاقة بينك وبينه، مو علاقة سطحية أو شي عابر، لا في رغبة حقيقية بالتقارب، بالتثبيت، بالانتقال لمرحلة أعمق وأوضح. شايفة إنه بده يقوي الارتباط بينك وبينه، سواء عاطفيا أو مهنيا، بده يكون أقرب، بده يحط مجهود، بده يخلي العلاقة أو الشراكة تاخد طابع رسمي أو جدي أكتر. ولكتير منكم في مسافة بهيدا القصة، ممكن هيدا الشخص عايش ببلد تاني أو مدينة بعيدة، أو في بعد جغرافي كان عامل عائق، بس المسافة ما عم بتكون حاجز، بالعكس في محاولة لتقريب المسافات، سفر، زيارة، أو حتى قرار انتقال. إذا هذا الموضوع شغل، فممكن المشروع نفسه في سفر، تنقل، أو توسع لمكان جديد، كأنه الفرصة الجاية ما بس عم بتكبرك مهنيا، لكن كمان عم تفتح لك باب عالم أوسع. الطاقة بتحكي عن حركة باتجاهك، مهرب منك، عن رغبة بالاقتراب مو بالابتعاد، وفي إحساس إنه هيدي الخطوة الجاية رح تغير ديناميكية العلاقة بالكامل، من انتظار لصنع قرار، من تواصل متقطع لارتباط أقوى وأوضح. خلي قلبك وعقلك جاهزين، لأنه اللي جاي تعميق، تثبيت، ويمكن مسافة عم تختصر بين يوم وليلة. خلينا نشوف شو النتيجة اللي عم بتقرب منك. نفتح هيدا الكارت ونشوف. واو، كتير منكم بهيدي الفترة رح يوصلكم خبر أو نتيجة أو موافقة كنتوا ناطرينها من زمان. ممكن تكون قبول، فيزا، عقد، ترقية، موافقة على مشروع، أو حتى رد رسمي كنتوا حاطينه ببالكم ومعلقين أملكم عليه. الإحساس هون إحساس ارتياح، كأنه أخيرا الورقة انختمت والباب انفتح. خلينا نشوف شو عم بيتغير بجسمك، طاقتك الشخصية. خلينا نكشف كمان هيدي الورقة. في جانب تاني واضح كتير، جانب جسدي وصحي. كتير منكم عم بقرر يهتم بصحته أكتر، يبلش نظام جديد، رياضة، دايت، أو حتى يلتزم بعلاج كان مأجله. عم شوف تحسن بشكل عام تدريجي بس ثابت، النتائج بتفرح القلب وبتزيد الثقة بالنفس. وللبعض منكم في تغيير بالشكل الخارجي كمان، ممكن تغير ستايلك، قصة شعر مختلفة، لوك جديد، أو حتى تحول كامل بطريقة اللبس والحضور، كأنك عم بتقولي هاي أنا النسخة الجديدة مني. الطاقة العامة بتقول إنه مو بس عم بتغيري ظروفك، كمان في تغيير بداخلك من جوا لبرا. عم تعملي أبديت لحياتك، لصحتك، لشكلك، لنظرتك لنفسك، وهيدا التحول مو سطحي،
هو انعكاس لقوة داخلية كبرت فيك بالفترة الماضية. اللي جاي نتائج، موافقات، تحسن واضح بخليكي تبتسمي بثقة وتقولي كل شي كان مستاهل. وهلأ بدي أختم معك بنصيحة من قلبي إلك. إذا حسيتي إنه في حركة عم بتصير بحياتك، حب أو شغل أو فرصة جديدة، أهم شي ما ترجعي لنسخة الخوف القديمة. لا تخلي الشك يخرب عليكي شي عم بيترتب إلك. كوني واضحة، حطي حدودك واختاري حالك قبل أي حدا، لأنه لما أنت بتختاري نفسك بثقة الدنيا كلها بتبلش تختارك. بهيدي الفترة بالذات ركزي على هيدا التوكيد ورددي معي: أنا أستحق الاختيار الواضح، أستحق الحب الصريح، أستحق الفرص الكبيرة بحياتي. ردديك اليوم وانت حاطة ايدك على قلبك، وحاولي تحسي بالكلمات مو بس تقوليها. الكلمة طاقة، والطاقة لما بتتكرر بإيمان بتتحول لواقع. إذا حسيتي إنه هيدي القراءة لمست شي جواتك، اكتبي لي بالتعليقات أنا جاهزة للاختبار. تفاعلك، لايك، مشاركة الفيديو مع حدا بحاجة يسمع هيدي الرسالة مو بس بيدعم القناة، هو كمان بيثبت النية وبيقوي الطاقة الجماعية بيني وبينك. وكل ما كانت الطاقة أقوى كل ما تجلت النتائج أسرع وأوضح. وجودك هون مو صدفة، وأنا ممتنة لكل روح بتدعم، بتشارك وبتكبر معي بهي المساحة. بنشوف بعض بالقراءة الجاية وطاقة أجمل، بانتظاركم وبحبكم.